سألتش نفسك قبل كده ايه العامل المشترك بين شخص مدمن على مشاهدة الافلام الاباحية وواحد تاني بيقعد يسكرول بالساعات بلا هدف، وواحد تالت مش قادر يبطل السجاير؟ يعني لو اتفقنا على انهم كلهم عادات سيئة، ايه اللي يخلي انسان عارف ان في عادة بتأذيه وبرضه بيعملها؟ حتى احيانا لما بيندم ويقرر ما يعملهاش بيرجع تاني ويتصرف كأنه مش صاحب القرار. مبدئيا خليني ابدا معاك باتفاق مهم جدا. انت مش بتعمل العادة دي عشان ضعيف او شخص مش كويس، ولكن انت بتعملها كرد فعل. رد فعل لايه؟ لكل احساس مش مريح، زي الملل، القلق، الوحده، ضغوطات الحياه، او اي احساس تقيل انت دماغك مش عارفه تفسره. اول ما الاحساس ده يظهر دماغك ما بيستناش، بيدور على اسرع طريقه تخلصك منه. مش احسن طريقه، مش اصح، اسرع طريقه. فيسحبك لاول حاجه اتعلم انها بتغير حالتك بسرعه. موبايل، سيجاره، فيديو اباحي، اي حاجه تديك راحه ومتعه سريعه. ومع التكرار اللي كان اختيار بقى عاده، وبعد شويه بقى رد فعل. اصبح مسار عصبي قوي بتعتمد عليه دماغك، يعني بدل ما تكرر تعملها بقت تتحرك ليها تلقائيا. طب السؤال المهم، ازاي بقى الميكانيزم اللي انا شرحته ده بيشتغل وبيتكون جوه دماغك؟ خليني اديك مثال بسيط وواقعي. انت قاعد لوحدك في الاوضه، زهقان، قلقان من حاجه معينه. المهم جسمك مشدود بسبب احساس تقيل على دماغك مش مستحملاه. في اللحظه دي دماغك ما بيخترعش حل، هو بيرجع للذاكره ويسال انا قبل كده لما حسيت الاحساس ده عملت ايه. فيفتكر انك فتحت الموبايل، فضلت تتفرج على ريلز او فيلم اباحي او شربت سجاره او عملت اي حاجه تريحك اديتك متعه فوريه. في اللحظه دي بيبدا توقع جوه مخك، صوت داخلي بيحاول يقنعك بالعاده السيئه او بالذكرى القديمه اللي لقاها في الذاكره، ويقول لك لو عملت العاده دي هترتاح. طب مين الصوت الداخلي اللي بيحاول يقنعك؟ الاجابه الدوبامين. تقول لي بس الدوبامين ده بيفرز اثناء الحدث او الحصول على المتعه. اقول لك لا، الدوبامين مش بيطلع وقت المتعه بس، الدوبامين بيطلع قبلها عشان يغريك بيها. عشان كده هو مش هرمون السعاده زي ما ناس كتير فاكره، هو هرمون الرغبه. هو اللي بيخليك ترغب في الحاجه، بيطمعك فيها ويقول لك بشكل غير مباشر لو عملت هذا الفعل هترتاح وتنبسط. فتلاقي نفسك اتحركت، عملت الفعل الآلي، مسكت الموبايل، اتفرجت على ريلز، اتفرجت على فيلم اباحي، شربت سجاره، عملت اي حاجه خلتك تحصل على متعه فوريه. وبعدها بتحس براحه خفيفه، كانك خرجت من الاحساس التقيل المسيطر على دماغك. وكأن في زرار جواك سحري، الاحساس اول ما بيدوس عليه، الاحساس التقيل اول ما بيطلع بتتحرك فورا ورا العاده دي. يعني في الاول كان الموضوع اختيار، بعد كده اتحول لعاده، وبعد كده بقى رد فعل. وهو ده الميكانيزم للعمليه دي. يجي بقى واحد شاطر من اللي بيتابعوني ويقول لي ليه بنحس بالندم بعد ما نتفرج على الافلام الاباحيه او بعد عمل هذه العاده السيئه، ومش بنحس قبل؟ ليه الندم ما بيجيش قبل الفعل بحيث انه يمنعنا؟ ولرغم اني بكرر كل مره ابطل العاده السيئه دي، برجع اعملها كاني مجبر او بنسحب ليها. الاجابه ببساطه لان في لحظه الرغبه وعمل الفعل، الجزء اللي بيحس بالندم بيبقى شبه مطفي، مش شغال. يعني انت في دماغك نظامين شغالين عكس بعض، نظام سريع جدا تلقائي عاطفي اسمه بيزل جانجليا، ونظام تاني بطيء ولكن واعي هو اللي بيفرق بين الصح والغلط والشيء المنطقي، واسمه بريفرونتال كورتكس. في لحظه الرغبه او البحث عن المتعه، النظام السريع اللي هو بيزل جانجليا هو اللي ماسك الدفه وبيسوق، والنظام ده هدفه حاجه واحده بس، انه يخلصك من الاحساس التقيل المسيطر على دماغك اللي هو الملل او الزهق او اي احساس غير مريح. فمش بيفكر في ندم ولا عواقب ولا في قرار حكيم، هو وظيفته انه يريحك، يوصل لاي شيء يخلصك من الاحساس التقيل ده. اما الندم فبيظهر بعد ما بتخلص، لان النظامين ما بيشتغلوش مع بعض، ومع انتهاء النظام الاول بيظهر النظام التاني، بيرجع يشتغل تاني ويبدا يقول لك انت عملت ليه كده، ويفكرك بربنا والذنب. عشان كده بتلاقي نفسك قبلها انت شخص وبعدها انت شخص تاني خالص، مستسلم نادم. تقول لي طب ليه انا برجع كل مره رغم اني قررت من جوايا وندمان اني ابطل؟ لان ببساطه قرار التبطيل بيتاخد من النظام الواعي، لكن العاده متخزنه في النظام التلقائي. يعني انت بتقرر بعقلك لكن جسمك بيتصرف بالطريقه والنمط اللي اتدرب عليه. مجرد ما الاحساس ده بيرجع، النمط بيشتغل القديم، كانك بتضغط على زرار يفتح نفس السيناريو كل مره. عشان كده الندم لوحده مش بيغير حاجه، لان الندم بيجي بعد ما كل حاجه خلصت، لكن التغيير الحقيقي لازم يحصل قبل الفعل مش بعده. وهنا نوصل لنقطه مهمه جدا، ازاي افك التسلسل ده وابطئ رد فعلي، خصوصا في ادمان زي ادمان الاباحيه. لان النوع ده من الادمان مش بس بيشتغل على الفعل، هو بيشتغل على حاجتين مع بعض. اول حاجه محفزات خارجيه طول الوقت، موبايل، انترنت، تطبيقات. يعني انت مش محتاج تدور، انت اول بس ما تمسك الموبايل المحفزات حواليك في كل لحظه. تاني نقطة ودي الأخطر، محفزات داخلية، فكرة، ذكرى قديمة، موقف بينك وبين ذكرى بينك وما بين واحد، تخيل. مجرد انك تبدأ تفكر وتكمل مع الفكرة شوية، دماغك بيتعامل مع انها كأنها حدث حصل
او انت بتتخيل انه بيحصل فعلا ودماغك بتصدقه. عشان كده ادمان العاده دي مش بيبدا بالفعل، بل بيبدا من محفز ثم فكره ثم سلوك، ولو ما وقفتش عند اول خطوه الباقي هيكمل لوحده. عشان كده ما ينفعش تعتمد على الاراده بس، لازم تتعلم ازاي تتعامل مع المحفزات، ازاي توقف الفكره، ازاي تكسر السلسله من بدري. وده اللي هنعمله في الفيديوهات الجايه، لكن مش بشكل عام. هنمسك عاده واحده انت هتختارها ونفكها مع بعض عملي خطوه بخطوه. بس المره دي انت اللي هتحدد هنبدا بايه. اكتب لي في الكومنت، نبدا بعاده مسك التليفون، ولا السجاير، ولا الافلام الاباحيه، ولا عاده تانية احنا ما ذكرناهاش. اختار العاده فعلا اللي حاسس انها مسيطره عليك عشان نشتغل عليها بجد في الفيديو الجاي. وبس كده.